حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. انتهى موسم إيدر ميليتاو مع ريال مدريد بسبب إصابة عضلية في عضلة الفخذ. سيركز ميليتاو على العودة في كأس العالم 2026. وأيضا في ريال مدريد انتهى موسم أردا جولر التركي بسبب إصابة عضلية أيضا في عضلة الفخذ، لكن سوف يعود أردا في كأس العالم 2026. وأعلن نادي برشلونة أن لامين يامال سوف يكون جاهز في كأس العالم في الشهر السادس. المدرب إيدين تيريزيتش لديه اتفاق شفوي ليكون مدرب جديد لأتلتيكو بلباو هذا الصيف. داني سيبايوس على وشك الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، وهناك أندية مهتمة بالتعاقد معه. وأخيرا إنزو ماريسكا لا يزال المدير الفني الذي يريده مانشستر سيتي عندما يغادر بيب غوارديولا. إذا عجبتكم فقرة الحصرية لكم متابعة مشاهدة ممتعة.